في قرية صغيرة تقع على أطراف غابة كثيفة لا نهاية لها، عاش عجوز وزوجته في كوخ متواضع تكاد جدرانه تتآكل من قسوة الزمان. كانت الأيام تمضي ثقيلة في شتاء قارس، والبرد يلفح الأجساد، والأمطار تهطل بلا توقف، محولة الدروب إلى وحل كثيف يصعب السير فيه. كانت الليالي أطول وأكثر ظلمة، والرياح تهب عاتية، وكأنها تهمس بأسرار الغابة العتيقة. في إحدى الأمسيات الباردة التي اشتد فيها الصقيع حتى كاد يتخلل العظام، وجد الزوجان نفسيهما في مأزق حقيقي. فالموقد الذي كان يؤنس وحدتهما ويطرد عنهما صقيع الشتاء القاتل قد خمد تماما. نفد الحطب، ولم يعد هناك ما يشعلان به النار ليحصلا على الدفء في تلك الليلة المظلمة. نظرت المرأة إلى زوجها بعينين تملأهما القلق، وقالت بصوت يكاد يرتجف من شدة البرد: يا رجلي، اذهب مسرعا إلى الغابة، لعلك تجد بعض الحطب قبل أن يحل الظلام الدامس وتزداد برودة الجو لتصبح لا تطاق. إن بقينا هكذا فلن ننجو من هذا الصقيع. أجابها العجوز وهو ينهض بنشاط يحاول إخفاء قلقه: بارك الله فيك، فكرة حسنة. لا تقلقي، سأعود قريبا بما يكفي لتدفئة الكوخ بأكمله. حمل فأسه القديم الذي اهترأت يده الخشبية من كثرة الاستخدام ووضعه على كتفه بقوة، ثم خرج قاصدا الغابة، وقلبه يملأه الأمل في العثور على ما يدفئهما في هذا الشتاء القارس. كان يسير بخطوات واسعة ومتسارعة، محاولا التغلب على الرعب الذي بدأت الغابة توحي به مع اقتراب الليل. سار العجوز وتعمق في الغابة. كانت الغابة موحشة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا يسمع فيها سوى حفيف الريح بين أغصان الأشجار العارية التي كانت تبدو كأصابع عملاقة متشابكة تتهدد السماء. كان صوت النباتات العشبية الجافة التي يسميها أهل القرية البرس، وهي تتلاعب بها الريح يمينا ويسارا، يضيف إلى المشهد جوا من الغموض والخوف، وكأن الأشجار تتراقص على أنغام الريح الباردة، أو كأنها أرواح حائرة تئن في الظلام. كان العجوز يحاول تجاهل تلك الأصوات، ويركز نظره على الأرض بحثا عن أي جذع ساقط أو غصن جاف يمكنه جمعه. قال السلطان بصوت مهيب يملأ القاعة: تفضل يا أبي، وقرب إلينا ما لديك. تقدم العجوز بخطوات ثابتة، على الرغم من أن قلبه كان يخفق بقوة من رهبة الموقف، وقال بصوت واضح ومسموع: يا سيدي السلطان، خرجت اليوم إلى الغابة أجمع الحطب، فوجدت شجرة عنب تنمو في غير موسمها على غير العادة، وعليها عنقود عنب كهذا لم أر مثله قط. فقلت في نفسي إن مولانا السلطان يستحق هذه الهدية العجيبة، وهي خير ما أقدمه له. ومد الكيس الورقي للسلطان باحترام شديد. مد السلطان يده إلى الكيس، لكنه ما إن لمس ما في داخله حتى شعر بشيء غريب، شيء صلب ومختلف تماما عن ملمس العنب.
سحب يده بسرعة وقال باستغراب وريبة: أمتأكد أن هذا عنب؟ إن ملمسه لا يشبه العنب الذي نعرفه. أجاب العجوز بثقة ما زالت تملأه: نعم يا مولاي السلطان، بطبيعة الحال لقد قطفته بيدي من الشجرة. قال السلطان بنبرة شك بدأت تتزايد: لعلك وأنت في طريقك إلى هنا قام أحدهم بتبديل الكيس دون علمك. قد يكون هذا عملا من أعداء الدولة. أجاب العجوز بقسم مغلظ: يا سيدي، والله العظيم منذ أن قطفت عنقود العنب من الشجرة ووضعته في هذا الكيس لم يفارق يدي لحظة واحدة، لم يمسه أحد سواي. اشتد الشك في قلب السلطان وأراد أن يتأكد بنفسه. قال: تعال أمسك الكيس وأخرج أنت العنقود بنفسك، دعنا نرى ما بداخله. أخذ العجوز الكيس ومد يده إلى الداخل، ما إن لمس ما في داخله حتى شعر بشيء غريب ومقزز. تملكته الدهشة وتغير وجهه على الفور. سحب يده بسرعة ليجد رأس إنسان مقطوع في وسط الكيس. كانت عيناه جاحظتين وبدأت ملامح الرعب تسيطر على وجهه. ما هذا؟ صرخ العجوز مفزوعا وسقط الكيس من يده. اختلطت تعابير وجهه بين الخوف والصدمة. اصفر وجهه كالأموات ثم احمر من شدة الخجل والرعب. قال بصوت مرتجف يكاد لا يسمع: والله كان عنبا، أين ذهب؟ ومن وضع هذا الرأس المقزز في كيسي؟ أنا لا أعرف شيئا عن هذا. صاح السلطان غاضبا وقد ارتفع صوته في أرجاء القاعة مما جعل الحاضرين يرتجفون: قل الحق وإلا سأقطع رأسك أنت بنفسي. لن تتجرأ على إحضار مثل هذه الجريمة إلى قصري. بدأ العجوز يحلف ويتوسل مكررا بضعف: والله لا أعرف، والله لا أعرف كيف جاء هذا الرأس إلى الكيس. في بالي كان عنقود عنب. والله يا سيدي السلطان أنا بريء من هذه الجريمة. أمر السلطان الحراس بصوت مدو: أمسكوا هذا العجوز وانهالوا عليه ضربا مبرحا حتى يقر بالحقيقة. قولوا له من أين هذا الرأس البشري؟ انهال الحراس على العجوز بالضرب المبرح. كانوا يضربونه بلا رحمة في كل مكان من جسده. كان العجوز يدور ويهذي من شدة الضرب والصدمة، يتلوى من الألم ولا يملك سوى ترديد عبارات النفي. رموا عليه الماء البارد فأفاقوه من غيبوبته المؤقتة، ثم عاودوا ضربه بقسوة أشد. قال السلطان بصوت صارم وهو يرى العجوز يتألم: هيا قل الحقيقة وإلا سأعدمك الآن فورا وستكون عبرة لغيرك. ليس لديك وقت أكثر. كان العجوز يمسك رأس الإنسان المقطوع، يمعن النظر فيه، ثم يدوخ من شدة الصدمة والرعب. فيفيقونه الحراس بصفعات قوية ويعاودون ضربه، فيدوخ مرة أخرى من جديد. استمر هذا الحال لوقت طويل، والعجوز يتأرجح بين الإغماء والإفاقة تحت وطأة الضرب، حتى صاح العجوز أخيرا بصوت ضعيف يكاد لا يسمع: سأحكي لكم كل شيء.
بعد أن تمعن في الرأس المقطوع جيدا، وكأن شيئا ما قد ومض في ذاكرته المضطربة. قال السلطان وقد علت وجهه علامات الانتصار: هيا احكِ، قل كل ما حدث ولا تخف شيئا، فالحقيقة ستنجيك. تنهد العجوز بعمق وبدأ يتحدث بصوت خافت مليء باليأس والأسى: الكذب قد ينجي المرء لفترة قصيرة، ولكن الصدق أنجى وأبقى. يا سيدي السلطان، أنا أملك قطعة أرض صغيرة ورثتها عن آبائي وأجدادي، أزرع فيها كل عام قليلا من القمح أو الشعير أو الذرة، بالكاد تكفينا قوت يومنا. توقف العجوز لحظة وكأنه يجمع شتات أفكاره المؤلمة، ثم تابع بصوت متهدج وكأن اعترافه يحمل وزن الجبال: في يوم من الأيام تنازعت أنا وجاري الذي يملك أرضا مجاورة لأرضي. كان الجار رجلا طماعا أراد أن يستولي على جزء من أرضي. ذهبنا إلى القاضي، وحكم القاضي لصالح جاري، وأخذ منه عدة أمتار من أرضي وأعطاها له ظلما وبهتانا. حينئذ حقدت عليه حقدا شديدا، وضاقت بي الدنيا، وشعرت بمرارة الظلم تنهش قلبي. أقسمت أنني سأنتقم منه بطريقة أو بأخرى. سكت العجوز مرة أخرى، ثم قال بصوت خفيض وكأن الكلمات تخرج بصعوبة بالغة من أعماق روحه: وفي يوم من الأيام بينما كنت أسير في الغابة، وقد غابت الشمس وبدأ الظلام يلف المكان، وجدت ابن جاري الصغير يلعب وحده يتسلى بجمع الحصى والأغصان. كان طفلا صغيرا بريئا لا ذنب له. قلت لنفسي: هذه فرصتي لأنتقم من أبيه. هذا الطفل هو السبيل للانتقام الذي طالما حلمت به. فشددته بقوة وقلت له بصوت حاولت أن أجعله مخيفا: سأقتلك الآن. نظر السلطان والحضور إلى العجوز بدهشة وصدمة، وكأنهم لا يصدقون ما يسمعونه. أكمل العجوز قصته بصوت يملأه الندم: قال لي الولد الصغير وعيناه تملأهما البراءة والخوف: أنا لن أموت هكذا دون أن يقتص لي أحد. سأشتكي عليك للملك الكبير الذي يحكم الكون كله، والملك الكبير سيخبر بك الملك الصغير، يقصد السلطان، وهو سيأخذ حقي منك ولن تدعوني وشأني. توقف العجوز ثم قال بأسى وحسرة لم يسبق لهما مثل: ولكني لم أفهم كلامه حينئذ، لم أدرك معنى كلماته البريئة، فقد أعمى الحقد بصيرتي. انقضضت عليه وقتلته بدم بارد، وحفرت له قبرا في سرعة، ودفنته في وسط الغابة دون أن أدرك عواقب فعلي الشنيع. ولم أعرف حينئذ أن القدر يخبئ لي مفاجأة أكبر. فبعد سنوات طويلة في نفس المكان الذي دفنت فيه الطفل الصغير نمت شجرة العنب هذه. والآن فقط بعد أن رأيت هذا الرأس تذكرت كل شيء. إنه رأس الطفل الذي قتلته. عم الصمت قاعة السلطان، صمت مطبق كان أثقل من أي كلام. كانت عيون الجميع مصدومة مما سمعوه، ينظرون إلى العجوز القاتل بعينين تملأهما الاشمئزاز والرعب.
أمر السلطان السياف بصوت غاضب وقاطع لا يقبل الجدال: أيها السياف، اقطع رأس هذا الكلب الخائن في الحال، ليعاقب على جريمته النكراء، وليكن عبرة لمن يعتبر. وهكذا انتهت الحكاية المأساوية. لقد أعيد الحق إلى أصحابه، ونال القاتل جزاءه في الدنيا قبل الآخرة.